عالم الأحلام والنوم اللي حير البشر لقرون طويلة، ولسه العالم ده غامض لغاية دلوقتي. حياة تانية، عالم موازي عايش فيه الإنسان من غير إرادة، وجسمه في حالة شلل شبه كامل، وزي طبيعة الإنسان بيخلق الأساطير عن المجهول. حياة سابقة لروح بتشوف فيها ذكريات، ولا بوابة لعالم تاني غير اللي عايشينه؟ علشان كده فضل السؤال: ليه الإنسان بيحلم ملوش إجابات، والإجابات كلها عبارة عن نظريات وبس؟ إزاي الإنسان يقدر يعيش جوه العالم ده؟ أو بمعنى تاني، إزاي يقدر الإنسان يتحكم في أحلامه؟ لكن قبلها عاوزك تنزل تعمل لايك، تنزل تشترك في القناة لو لسه مش مشترك. يلا عشان نشوف إيه الموضوع من غير فلسفة. الحالة اللي بتدخل فيها في النوم هي حالة غريبة، فضل العلماء حاطينها تحت الميكروسكوب سنين طويلة، وكانت النتيجة إن النوم بيتقسم لمرحلتين. المرحلة الأولى وهي النون ريم، والمرحلة الثانية اللي هي الريم. وكلمة ريم هي اختصار رابيد اي موفمنت، وبيطلق عليها مرحلة النوم العميق. ليه؟ لأن في مرحلة النوم العميق المفروض إن العين بتبدأ تتحرك بسرعة كبيرة، فعشان كده سموها الرابيد اي موفمنت أو حركة العين السريعة. كده عرفنا ان مراحل النوم اتنين: مرحلة النون ريم ومرحلة الريم. مرحلة النون ريم المرحلة الأولى بتتقسم لثلاث مراحل: مرحلة النون ريم الأولى والثانية والثالثة. تعال نشوف الأول المرحلة الأولى، تعال نبدأ بيها ونشوف إيه اللي بيحصل. أول حاجة طبيعي، أول ما بتدخل علشان تنام بتحط راسك على المخدة. إيه بقى أول حاجة بتحسها أول 15 دقايق كده لغاية لما بتروح في النوم؟ الحالة اللي انت بتحس بيها من حالة اللي هو انت نص نايم نص صاحي، او حالة الغياب عن الوعي والفوقان، حاسس او سامع صوت اللي حواليك لكنك في نفس الوقت حاسس انك مرتاح وجسمك في حالة ريلاكسيشن كده، اللي هو حالة النوم اللي مش نوم دي. المرحلة دي هي المرحلة الأولى، جسمك فيها بيبدأ يريلاكسيشن أو بيبدأ يحصل فيه هدوء كده واسترخاء، وضربات قلبك بتبدأ تهدى ومعاها نفسك، وعقلك بيبدأ يشتغل أبطأ أبطأ من العادي كمان في الحياة العادية، وبتبدا انت كمان تبدا تهدى. والفتره دي بتكون اول مرحله دي تعتبر البوابه للنوم. ليه؟ لانها هي الحلقه الوصل او الفاصل ما بين الصحيان او وضعك وانت فايق وصاحي لوضعك وانت نايم. يبقى المرحله الاولى معانا هي مرحله النون ريم. الاولى بتبدا فيها جسمك يهدى ويبدا ضربات قلبك تهدى وريلاكسيشن علشان يحضرك للمرحله الثانيه. ومعانا في كل المراحل دي كل مرحله منهم بتسلم المرحله اللي وراها عشان تبدا تجهزك وتجهز جسمك لمرحله النوم اللي بعدها، لغايه لما هنوصل لاخر مرحله زي ما هنشوف. ندخل على المرحله الثانيه من مرحله النون ريم او النوم اللي مش عميق. في المرحلة دي وهي مدتها 20 دقيقة، المرحلة الأولى قلنا مدتها 10 دقايق، المرحلة دي مدتها 20 دقيقة، ومعظم الناس بيقضوا نص وقت نومهم أصلا في مرحلة النون ريم الثانية. وعايز أقول لك حاجة وإحنا هنا معلومة، إن مراحل النوم الأربعة اللي هم الثلاثة النون ريم أو ثلاث مراحل بتوع النوم اللي مش عميق، مرحلة النوم العميق، الأربعة دول بيقضوا معانا أو بيفضلوا معانا في صورة موجة، بيتحركوا في صورة موجة كاملة، بحيث إن هو بيبدأ الموجة دي وتخلص وتتكرر حوالي 5-6 مرات، بتبقى حوالي 5 مرات اللي هي مدة النوم الطبيعية اللي هي 7-8 ساعات. في ال7-8 ساعات دول بتتحرك الموجة دي كذا مرة. فلما اقول لك 20 دقيقة اعرف ان ال20 دقيقة دي اتكررت كذا مرة. فكده معظم الناس بتقضي نص وقت نومها في مرحلة النوم اللي مش عميق اللي هي ايه؟ التانية اللي هي النون ريم 2. حلو. ايه اللي بيحصل بقى في المرحله دي؟ المرحله دي بتجهزك اكتر لمرحله النوم العميق. ازاي؟ جسمك بيبدا يفصل او انت بتبدا تفصل عن الواقع اللي حواليك، وبتبدا تفصل عن الحياه اللي موجوده حواليك، وبتبدا مخك يغيب عن الوعي اكتر واكتر، وحركه عينيك بتقف، وضربات قلبك ونفسك بيبداوا ينتظموا اكتر واكتر. جسمك بيريلاكس على الاخر او بيسترخي لاقصى درجه علشان يبدا يجهزك للمرحله الثالثه والاخيره من النوم اللي مش عميق. خلي بالك انت مجرد ما هتنتهي من مرحله النوم اللي مش عميق هتنتقل مباشره لمرحله النوم العميق اللي انت مش حاسس فيها باي حاجه خالص. زي ما قلنا في المرحله الثانيه بيبدا تتجهز للمرحله الثالثه من النون ريم او مرحله النوم اللي مش عميق، وفيها بيبدأ جسمك يستسلم أكتر لمرحلة النوم أو تبدأ تريلاكس أكتر وأكتر، وضربات قلبك تبدأ تهدى وتنتظم أكتر وأكتر علشان تبدأ تدخل في مرحلة التانية من النوم، مرحلة النوم العميق الريم رابيد اي موفمنت.
في المرحله دي عينك بتبدا تتحرك بسرعه كبيره قوي، علشان كده سموها حركه العين السريعه. فيها بتبدا جسمك او تبدا مخك يغوص في العالم بتاع النوم. انت هنا يا معلم استسلمت بشكل كامل، وجسمك دلوقتي بيدخل في وضعيه باراليسيس اللي هو شلل. والمرحله دي بيحصل فيها حاجه اسمها شلل النوم. انت لو حد صحاك في المرحله دي بتبدا تحس بهلوسه وتبدا بهلوسات حواليك، وفي نفس الوقت جسمك بيبقى متخشب وفي حاله شلل اللي بيسميها بعض الناس الجاسوم. هي دي في مرحله الريم او مرحله النوم العميق بيحصل شلل كامل لجسمك. طب ليه؟ ده لسبب ان مخك في المرحله دي بيبدا يرجع لنشاطه تاني، نشاط بيوازي فيه نشاطه وانت صاحي اصلا وفايق، فبالتالي جسمك بيبقى لازم يكون متكتف علشان ما تبداش تتحرك وتبدا تاذي نفسك وتاذي اللي حواليك. في المرحله دي خلاص انت استسلمت للنوم. والمرحله دي بيحصل فيها تكوين العالم اللي احنا جايين نتكلم عنه، عالم الاحلام. دلوقتي احنا عرفنا مراحل النوم، وعرفنا ان الاحلام بتبدا تظهر في او تتكون في مرحله الريم او مرحله النوم العميق في حياه او في دوره حياه النوم. لكن السؤال دلوقتي اللي احنا بنساله هو ليه اصلا الانسان بيحلم؟ زي ما كنا بنتكلم في اول الفيديو. زي ما قلنا برضو الاسئله او الاجابات اللي موجوده دلوقتي للسؤال ده مجرد نظريات، كلها نظريات ودراسات تربط ما بين النوم وما بين احداث تانية. زي ما قلنا نظريات وبس، مفيش اجابه شافيه ووافيه او مفيش اجابه مطلقه للسؤال ده. فدلوقتي هقول لك على شويه نظريات، شوف مين فيهم اوقع بالنسبه لك او مين فيهم اقرب للعقل. النظريه الاولى، اول حاجه هي بناء الذكريات. في النظريه دي هو ربط ما بين العالم الاحلام او تكوين الاحلام وما بين قدره مخك على حفظ المعلومات او الذكريات اللي بتحصل في يومك العادي، وان هو يسيفها ويبدا يحفظها عنده في اللي هي اللونج تيرم. احنا قلنا في الاول المفروض ان اليوم العادي بتبقى شغاله على الذاكره قصيره المدى، فمخك كل ليله المفروض ان هو بيرجع وياخد وينتقي او بينقي كده ما بين الذكريات دي، ويشوف مين فيهم المعلومات المهمه، مين الذكريات اللي هو محتاج ان هو يشيلها ويحطها عنده في الذاكره طويله الامد. فالنظريه دي بتربط ما بين الموضوع ده او موضوع حفظ الذكريات وحفظ المعلومات وما بين عالم الاحلام. هي دي النظريه الاولى بتاعتنا. النظريه الثانيه وهي نظريه التحكم في المشاعر. النظريه دي بتقول ان مخك بيستخدم عالم الاحلام كمكان للتدريب على المشاعر، ان هو بيعرضك لمواقف مختلفه، وكل موقف من دول بيشوف ايه رد الفعل او المشاعر اللي بتحصل فيها. طب ليه؟ علشان يبدا مخك يجهزك للمواقف اللي زيها في الحقيقه. مش لازم تستنى ان انت يحصل لك نفس الموقف علشان تبدا تتوقع او يبدا يديك المشاعر. مخك بيستخدم الاحلام كساحه تدريب للحياه الواقعيه، بيدربك يعني من الاخر قبل ما تروح على ساحه المبارزه او اللي هي الحياه الواقعيه بالنسبه لك. دي النظريه الثالثه. النظريه الثالثه بتقول ان هو مخك او دماغ بيبدا يعمل حمله تنظيف في مرحله الاحلام دي. زي ما قلنا مخك المفروض ان هو اخر كل يوم بيبدا يسيف المعلومات والذكريات اللي هو المفروض ان هي شايف ان هي مهمه، وبالتالي بيكون في ذكريات المفروض ان هو يتخلص منها. يبقى موضوع الاحلام او النظريه الثالثه بتقول لك ان الاحلام او فتره الاحلام هي فتره النظافه بالنسبه للدماغ. المخ بيبدا ينظف الدماغ او يعمل حمله تنظيف كده، يشيل فيها المعلومات والذكريات اللي ملهاش لازمه. دي النظريه الثالثه. وزي ما قلنا هي مجموعه نظريات بتشوف او بتحلل الاحلام وليه الانسان بيحلم، لكن مفيش اجابه مطلقه لسؤال ليه الانسان بيحلم. نيجي بقى للجزء الاهم في الفيديو، الاحلام. الأحلام زي ما اتفقنا هي بتتكون في مرحلة الريم في النوم العميق في مراحل النوم. الأحلام بتبقى عبارة عن مشاهد أو صور، وممكن يكون فيها أصوات كمان بيخلقها مخك ويعيشك جواها. تخيل بقى لو قدرت تتحكم في العالم الخيالي ده، وقدرت تعمل وتعيش اللي ممكن أو مستحيل تقدر تعيشه في الحياة العادية. السؤال هنا هو إزاي تقدر تتحكم في العالم ده، أو إزاي تقدر تتحكم في أحلامك؟ الإجابة عن السؤال ده هي إنك أصلا تعرف إنك بتحلم. إزاي أقدر أفرق ما بين الحلم والحقيقة؟ بص، الأول أنا هقول لك تجربتي الشخصية، وبعدها هبدأ أقول لك شوية طرق أو شوية حاجات اللي هو التجارب والأبحاث قالت عليها. وطبعا تجربتي الشخصية هي الأهم وهي الموضوع الأساسي بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي تجربتي الشخصية دي هي اللي أنا بؤمن بيها. وبرضه هتلاقي في الكلام اللي أنا هقوله في تجربتي الشخصية حاجات كتير موجودة في التجارب والنظريات دي إن هم بيعتمدوا على التجارب أو اللي هو التجارب الحياتية أو حكاوي الناس عموما. فهقول لك دلوقتي تجربتي الشخصية إزاي تقدر تعرف إنك بتحلم وبعدها تقدر تتحكم. بص يا سيدي، زمان وانا صغير، لا مش كان نفسي ابقى كبير ولا حاجه، كان بيتكرر معايا نفس الكابوس. نفس الكابوس بيتكرر معايا تقريبا مش مره او اتنين، لا مره واثنين وثلاثه وعلى مدار سنين.
نفس الكابوس بيحصل، وكابوس مرعب لاقصى درجه، كنت بترعب منه، وكل مره بيفضل يزيد الرعب لغايه لما بوصل لدرجه معينه واصحى مفزوع من النوم. الموضوع ده فضل يتكرر معايا لسنين، وكان كل ما بيتكرر معايا كل ما كان بيثبت معايا في مخ جزء من الكابوس ده. دايما انت لما بتصحى من النوم هتلاقي نفسك بتنسى الحلم، بيخليك ما تقدرش تتحكم في الحلم او ما تعرفش اصلا ان ده حلم، انك لما بتصحى بتنساه، ما بتفتكرش العالم ده فيه تفاصيل عامله ازاي. لكن انا لما فضل الكابوس بيتكرر معايا مره واثنين وثلاثه واربعه وسنه واثنين وثلاثه نفس الكابوس، كان كل مره بصحى من النوم بلاقي جزء في ذاكرتي وبفضل فاكر جزء معين من الكابوس ده. فضلت اتكون كده، او فضل معايا سنين كده لغايه لما اتكون معايا الكابوس كله، عرفته، حفظته، بقيت حافظ كل تفاصيل اللي بتيجي فيه، بقيت عارف الشكل او المكان والرسمه انا بقيت عامل ازاي، انا بقيت بجري ازاي، او الكلام ده كله. فالحاله دي كلها كده خلتني اقول لنفسي لا ده حلم، ده او ده كابوس، ده انا عارف ان انا بحلم، انا مش حقيقي، والخوف ده مش حقيقي، ايا كان اللي ممكن يحصل ده مش حقيقي، انا مش هيحصل لي حاجه في الحلم خالص، انا بخايف من ولا حاجه. فقررت ان انا هبدا الحلم انا مش هخاف منه. فجيت في مره وانا نايم خلاص، بدات انام، والكابوس ما كانش بيجي لي على طول، فبقى بيجي على مراحل. في مره من المرات اللي جالي فيها الكابوس بدات لسه هخاف، افتكرت التفاصيل اللي انا كنت عشت فيها الكابوس اللي فات، ببص حواليا نفس الظروف، نفس كل حاجه، ده حلم، ده الحلم اللي انا عشته قبل كده، ده الحلم اللي انا كنت خايف منه، يبقى ده حلم. ساعتها رحت هادي. المرحله الثانيه بعد ما تعرف ان ده حلم، اهم مرحله لو عايز تقدر تتحكم في الحلم بعدها، بعد ما تعرف ان ده حلم، لازم ما تتحمسش زياده ولا تخاف زياده ولا تغضب زياده، تهدى. لانك لو اتحمست او اي مشاعر زياده عن اللزوم هتصحيك، الادرينالين هيضرب، هتصحى من النوم. لكن مجرد ما انت هديت في الوقت ده، انا بدات اهدى وبدات افكر. فكره انك بتفكر اصلا في الحلم دي بدايه انك تتحكم فيه. انت ما بتفكرش غير في الحياه العاديه، وانت في الحلم المفروض انك بتكون مسلوب الاراده، والحلم عالم بتكون في مخك شغال على الاوتو بايلوت، وانت شغال بس بتشوف تخيلات، شايف قصه قدامك بس ما بتقدرش تتحكم فيها. لكن اول ما بتبدا تفكر فيها انت كده كسرت القاعده بتاعت الحلم، انت دلوقتي بتحلم وبتفكر في الحلم. الوقت ده انا بدات ادور على حل، بدات اشوف كده حواليا ايه الحل. انا مثلا كان في الحلم اللي او الكابوس اللي انا فيه، في وحش موجود في طريق معين، والطريق التاني كل ما اجي امشي منه مش عارف الاقيني برجع تاني، كل ما امشي ابص الاقيني برجع تاني لنفس النقطه. والطريق الوحيد اللي ماشي وانا مخي جوايا عارف ان هو الطريق الوحيد، ولو مشيت فيه هوصل للبيت، الطريق ده انا عارف، او انا متخيل ان في وحش كبير قوي في اخر الطريق ده. الوحش ده بالنسبه لي مرعب في الكابوس، فبالتالي انا بقيت خايف. فانا لما وقفت في الحلم بقيت اول حاجه شايف الطريق من هنا، وعملت حاجتين. الحاجه الاولانيه اني خليت الطريق اللي مقفول يتفتح، انا همشي للطريق ده ليه؟ انا عايز كده، ده المكان بتاعي، الحلم بتاعي. بدات افكر المكان ده او الطريق ده بتاعي، انا همشي فيه. فضلت ماشي والمكان فعلا وصلني للمكان اللي انا كنت عايزه. المره الثانيه قررت ان انا مش همشي من الطريق اللي كان فاضي او اللي هو ما فيهوش الوحش اللي بيخوفني، ده انا همشي من الطريق اللي فيه الوحش. وقررت ان انا هاخد معايا سكين. خلي بالك، انت اي حاجه هتفكر فيها في الحلم هتتعمل لك. الحلم عباره عن العالم بتاعك، انت مجرد ما هتبدا تسيطر انت على المكان، تسيطر على دماغك وتبدا تتخيل الحاجه في ايدك، هتبدا تتخيل سكينه ورحت وقتلت فعليا الوحش ده وانتصرت عليه. الفكره ان الكابوس بدا يقل بعد كده، مع الوقت بدا يقل ظهوره معايا اصلا، لان مخي خلاص ما بقاش لاقي مفر معايا في الظروف اللي هو كان حاططها، خلاص هي انتهت، انا كسرتها. فانت كل مره هتقدر ان انت تجمع ذكريات او تقدر تجمع معلومات عن الحلم. لو هتصحى من النوم وهتنسى المعلومات بتاعتك او الحلم بتاعك والصوره اللي انت كنت شايفها، احسن حاجه انك بسرعه تكتبها، وتكتبها اهم من الكتابه على الموبايل، لا تكتبها بايدك على ورق علشان تبدا تحفظها اكتر في دماغك. كل ما هتبدا تحفظ معالم الحلم كانك شايف فيديو قدامك، وكل ما بتشوفه اكتر كل ما بتحفظ التفاصيل بتاعته، وكل ما تحفظ التفاصيل اكتر كل ما اول ما هتشوفه هتعرف ان ده حلم، وخلاص في وقتها هتبدا زي ما قلنا مرحله ان انت تفكر.
دي كانت تجربتي الشخصيه. تعال ما اقول لك برضو بعض الطرق اللي كانوا بيقولوا فيها او بيستخدموها عن طريق الابحاث وعن طريق التجارب ازاي تقدر تتحكم في الاحلام بتاعتك. الطريقه الاولى وهي انك هتجيب منبه وتظبطه على وقت انك بعد ما تنام بخمس ساعات، يعني تظبطه على التوقيت بعد نومك بخمس ساعات، بحيث انه يصحيك بعد خمس ساعات بالظبط من النوم بتاعك. والمفروض ان الوقت ده يكون مصحيك في مرحله الريم اللي هي مرحله النوم العميق زي ما قلنا. بالتالي في المرحله دي انت هتصحى من عالم الاحلام اصلا اللي هو النوم العميق. اول لما هتصحى من النوم هتقعد 30 دقيقه لساعه ما بتنامش تاني، بتعمل اي حاجه تاني، تسمع مزيكا، تعمل اي حاجه، المهم ان انت ما تنامش. بعدها هترجع تنام تاني. الموضوع بيبدا يتكرر 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 بحيث ان انت بص، هو انا ما فهمتش النظريه قوي، بس وجهه نظر عن النظريه ان هو بيحاول يدرب مخك الواعي او الوعي بتاعك ان هو يكون موجود وصاحي في وقت الاحلام. لان المفروض ان انت وانت في الحلم اللاوعي بيبقى شغال والوعي بيكون مطفي، فبالتالي انت ما بتبقاش متحكم في حاجه. لكن مجرد ما الوعي صحي بتبدا تتحكم في الحلم اللي انت فيه وتعرف ان انت بتحلم. فهو بيحاول ان هو يدربك على كده. النظريه الثانيه ودي شبه كتير قوي التجربه اللي انا قلتها لك، تجربتي الشخصيه. انت اول ما بتصحى من النوم كل يوم بتكتب اللي انت شفته في الحلم او اللي انت فاكره وبسرعه اول لما تصحى من النوم. لان كل ما بتعدي دقائق، مش هقول لك ساعات، كل ما بتعدي دقائق كل ما بيضيع معلومات وتفاصيل اكتر في الحلم او بتنسى الحلم اصلا من اساسه. فبالتالي انت كل ما بتسرع بيبقى احسن. تكتب التفاصيل الحلم ومره في اثنين في ثلاثه زي ما قلت لك هتحفظ الصوره الكامله بتاعه الحلم. فبالتالي وبعدها هتكون قادر انك تفرق ما بين الحلم والحقيقه. فاول ما تدخل في عالم الاحلام او تدخل في الحلم هتعرف انك بتحلم، وقتها تقدر تفكر او تبدا تتحكم في الحلم اللي انت عايش فيه. التحكم في الاحلام او انك تعرف اصلا انك بتحلم موضوع صعب جدا ومش سهل ان هو يتعمل، وما هوش بيتعمل مره او باثنين او ثلاثه، لا ده بيحتاج مرات كتير او تتدرب فيها على الموضوع ده لو كان الموضوع مهم بالنسبه لك اكتر. لكن اللي انا عاوز اقوله واللي مهم قوي بالنسبه لي ان انا اقول ان المتعه مش في انك تقدر تتحكم في العالم الخيالي ده، ولا انك تقدر تعمل اللي انت عاوزه في عالم خيالي انت اللي خلقه من دماغك، لكن المتعه في الفيديوهات اللي انا بعملها. فعايزك اول حاجه تنزل تعمل لايك، تنزل تشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك لغايه دلوقتي، وتقول لي تجربتك مع عالم الاحلام، وتبارك لنا على ال1000 سبسكرايبر. ولو انت مكمل معانا الفيديو لغايه دلوقتي فانا بشكرك جدا جدا على تكملتك للفيديو معانا، واتمنى ان انت تعمل سبسكرايب وتبقى جزء من العيله بتاعتنا. والسلام عليكم.